في واحدة من أكثر الفنادق ظلمة في التاريخ اختفت فتاة لا أحد رآها تخرج ولا أحد سمع صوت صراخ، وبعد أسبوعين ظهرت، ولكن ليس في بهو الفندق ولا حتى في غرفة المشرحة، بل في خزان مياه الشرب. والأكثر رعبا آخر ظهور لها كانت في المصعد، تتحرك بغرابة وتتلفت يمينا ويسارا كأنها ترى شيئا لا نراه. من الذي قتلها؟ أو السؤال الأصح، هل قتلت؟ قصة إليس سلام ليست مجرد لغز بل ثغرة. في مطلع عام 2013 وصلت فتاة كندية تدعى إليس سلام تبلغ من العمر 21 عاما إلى ولاية كاليفورنيا، رحلة وحيدة للبحث عن الذات أو الابتعاد عن كل شيء أو الهروب من شيء معين. استقرت في فندق سيسيل، ذلك الفندق الذي لم تكن تعرف تاريخه الملطخ بالجرائم والانتحارات والاختفاءات الغامضة. ولكن إليسا لم تكن تعرف ذلك، وبعد عدة أيام من وصولها اختفت، لا رسائل، لا مكالمات، لا خروج من الفندق، لا شيء أبدا. عائلتها اتصلت بالشرطة، والشرطة بدأت التحقيق، وانتشر آخر ما التقط لها عبر كاميرات المصعد. وهنا بدأ الرعب الحقيقي. إليسا داخل المصعد تضغط أزرار بشكل عشوائي وتختبئ في زوايا المصعد، وعند خروجها تتلفت يمينا ويسارا كأن شيئا يطاردها، وتلوح بيديها ثم تختفي. الفيديو نشر على الإنترنت وتحول إلى ظاهرة. هل كانت تهرب من شخص ما؟ هل كانت تتحدث مع شخصيات غير مرئية؟ ولماذا باب المصعد لا يغلق؟ ولماذا تبدو كأنها في حلم أو كابوس حي؟ وبعد أسبوعين من اختفائها بدأ نزلاء الفندق يشتكون من الماء، ضغط منخفض ورائحة كريهة ولون غريب. صعد أحد موظفي الفندق إلى سطح الفندق، فتح خزان مياه، وهنا كانت جثة إليسا طافية بصمت، كما لو أنها انتظرت أن يكشف سرها. لا أحد يعلم كيف وصلت إليسا إلى السطح، فالباب مقفول بكود لا يمتلكه إلا موظفو الفندق، والخزان ضخم وثقيل ويصعب على رجل بالغ فتحه، ولا يوجد كاميرات على السطح أو شهود أو علامات عنف على جسدها. التقرير الرسمي قال أنه غرق عرضي نتيجة اضطراب نفسي، ولكن الناس لم يقتنع بهذا. ماذا عنك؟ هل تصدق هذه الرواية؟ أن إليسا كانت مصابة باضطرابات نفسية؟ أم أن هناك من أراد إسكاتها؟ هل حقا ما رأيناه في المصعد مجرد خوف؟ أم أن إليسا كانت ترى شيئا لا نراه؟ اكتب رأيك في التعليقات وشارك القصة مع أصدقائك، لأن هناك قصص لا تموت حتى لو مات أبطالها.